خوت بصحة فطوركم. مرحبا بكم في فيديو جديد. القصه ديال هذا النهار هذا يدير واحد جوج زماكريه عايشين في فرنسا، جاو للمغرب يدوزوا واحد العطله صيفيه في المغرب، ولكن ملي كانوا ماشيين مولين في حالتهم في فرنسا ماشيين باللوطو ديالهم، وهما توقع لهم واحد الكارثه في الطريق. صدقوا دخلوا في واحد السيد قتلوه بالغلط ومشاو هربوا. ملي قتلوه بالغلط مشاو هربوا، مشاو لفرنسا ودوز عليها 12 عام على ديك الكارثه. وما تخيلوش سمو صرالهم في نفس البلاصه اللي قتلوا فيها داك السيد، سمو صرالهم فيها مور ب 12 عام، لان تما وقعت لهم واحد الكارثه. فإلا بغيتوا نتعرفوا على هذه القصه شويه بشويه بالتفاصيل ديالها فاعطيونا جيم وخليونا نبداو. قبل ما نبداو في القصه بصحه فطوركم، وهاد القصص راني قلتها لكم البارح وقلتها قبل، هاد القصص راني كنعاودهم هما اللي درتهم دي شحال. راه كاين شي ناس اللي ما تفرجولهمش، حتى اللي تفرج لهم راه يكون نساهم دابا، حتى اللي تكون شافهم عندي راه يكون نساهم، ما فيها باس ملي نعاودوا لهم في هاد رمضان هذا نتلفوا بهم شويه ونفوجوا بهم ونعاودوهم بطريقه زوينه. المهم ما نطولش عليكم، القصه ديالنا كتبدا مع واحد جوج زماكريه، محمد ومصطفى. محمد عنده اللوطو ومصطفى غير جاي راكب معاه، كانوا في فرنسا عايشين هما صحاب وجاو للمغرب. جاو فوتوا واحد العطله صيفيه في المغرب، واحد 10 ايام ولا، وجاو مولين في حالتهم، مولين على ميناء بنين صار. في الطريق ديالهم كانوا ماشيين ومجمعين كيهضروا ومجمعين يعني كيضحكوا بيناتهم ويهضروا. فجاه حتى كيبان لهم واحد جوج بقرات جايين قاطعين الكودرون، واحد جوج بقرات يعني تقربوا لهم تخرجوا فيهم صدفه. دوك جوج بقرات جايين قاطعين الكودرون، يعني ما عنده ما يشد عليهم الفراس، مو شد شويه الفران ولكن هرب عليهم يعني بالفولا، هرب على دوك البقرات. فين هرب على دوك البقرات مولاهم كان تابع دوك البقرات، ما شافوش مولاهم، مع خرجوا على غفله. مولاهم كان تابع دوك البقرات، خطاو البقرات دخلوا في مولاهم. ريدوا وقفوا تما نزلوا يشوفوا، لقاو السيد كيشخر. يعني بالدارجه ديالنا حنا كنقولوا كيلقف، يعني لقاو السيد باغي يموت. يعني بنادم كيكون يشخر كيدرك الصيده وكيكون يشخر صافي، كيكون صافي باقي له دقيقه ويموت ولا جوج دقائق، يعني صافي ما بقات ما تساعفوا ولا يعني تعيط لومبيلونس ولا صافي. شاف صاحبو داك محمد اللي كان سايق، شاف مصطفى، شاف فيه وقال له شوف، قال له بغيت تحبس هنا، بغيت الحبس في المغرب ولا بغيت تمشي لفرنسا؟ قال له بغيت نولي لفرنسا. قال له لك باغي الحبس في المغرب هضر ولا قول شي حاجه، بصح الا باغي تمشي في حالك لفرنسا سمر ويلا نمشيو. قال له بسم الله. يركبوا في اللوطو ديالهم ويخليو السيد تما كيموت ويمشيو يهربوا يكملوا طريقهم. مشاو لفرنسا وماشي في الطريق ديالهم، ماشي هو كيوكد عليه. مصطفى راك تبقى تقول لشي واحد راه حنا قصنا واحد السيد. مصطفى راك تقول لشي واحد راه واحد خرجوا لنا جوج بقرات وجينا نهربوا عليهم وقصنا مولاهم. مصطفى راك تبقى تغلط ولا تقول شي كلمه. مصطفى يا مصطفى يا مصطفى هاودني منك، راه حساب لك نمشي غير انا، راه انا وياك، لان بجوج هنا هربنا من هذه الجريمه. ايوا رد البال قال له صافي كون هاني. مشاو في حالتهم لفرنسا. داك مصطفى ما نعرف واش كان يتخرج له شي حاجه ولا لا، ولكن داك محمد لانه هو اللي كان يحكي القصه. محمد قال له ودي ما كنتش عايش مهاني في حياتي، قال لهم ديما كان في المنام نحلم بداك السيد، داك مول البقرات كان كيخرج لي ديما مرثني. قال لهم كنمشي نخدم يخرج لي في الخدمه هكا، يعني كيجي لي في البال ديالي كيديرونجيني، قال ديرونجاني في عقلي. قال لهم حتى ملي كنا نجيو مولين نجيو مع ولد عمي مع صاحبي ولا نجيب بوحدي ولا كذا، ملي كنفوت على ديك الطريق اللي فتنا عليها، ملي كنفوت من ديك البلاصه كنحس بواحد الحزن، بواحد الاحساس، لا اله الا الله محمد. المهم عذبني، قال داك السيد اللي كنت عذبني في حياتي. قال لهم تفوت عليها تقريبا واحد 10 سنين ولا 11 عام بحال هكا. قال لهم واحد النهار انا جاي فايت من تما وقفت في ديك البلاصه اللي كنتنا فيها داك السيد، وبقيت كنتامل في ديك البلاصه هذه. قال لهم هي كتبان لي نفس الديكور، واحد البنت كتجري مور واحد البقره، واحد البنت كتجري مور واحد البقره. عجبتني. قالوا البنت فات حدايا وانا واقف باللوطو، قالوا فات حدايا عجبتني ديك البنت، دات لي عقلي، قلت صافي هي اللي نخطب وهي اللي نتزوج. وقالوا انا كنت واقف في ديك البلاصه غير كنتامل ديك البلاصه اللي وقعت لنا فيها الكارثه هذه 10 سنين قال عجبتني البنت، بقيت متبعها بعيني متبعها حتى دخلت واحد الدار تما في العروبيه. قال لهم وقلت ودي خصني كيفاش نعرف الدار. المهم عقل على الدار وصافي مشى، قال من بعد تنشوف كيفاش ندير. هو ماشي واحد شويه تمشى واحد نص كيلومتر ولا، هو كيلقى واحد الشيباني كيدير له ستوب. ريد داك الشيباني هزو قال له دير الشيباني انا قصدي شريف وبغيت نسولك الله يرحم والدين تفيدني. قال له مرحبا. قال له ديك الدار اللي الهيره اللور اللي الهيره فين كتبان لك منها غير شويه، راه تبان بيضه شويه مع الطرف وكذا، قدامها شجره وقدامها كذا. قال له هذيك مالها؟ قال له ديك الدار ديال من؟ قال له ديك الدار ديال محمد، ديال مثلا سميوه بالقاسم ولا، حيت ما قالوش سميتو بالقاسم، سميوه بالقاسم. قالوا سيدي ديك ديال بالقاسم الله يرحمه مسكين، راه عنده جوج بنات، عنده مراه وجوج بنات. قالوا كيفاش الله يرحمه؟ قالوا ودي مات شحال مسكين، كان دارك الصيده وكذا ومات، كان دخلوا فيه شي ناس انا يمكن قتلوه ولا كذا، دخلت فيه شي لوطو ولا واحد دخل فيه قتلوه هنا في الكودرون، وبقاو بناته كان يقراو في الابتدائي نهار اللي مات، ودابا بناته كبروا وراه تما مرته وكذا. قالوا ودي عجبتني واحد البنت من هادو، قال له مرحبا راه ما مزوجينش بجوج، راه ما مزوجينش، بغيتي تمشي تخطب ولا سير، ما بجوج بهم ما مزوجينش بناته. صافي وصل مع هذاك الشيباني فين كان ماشي، مشى كمل طريقه، مشى للدار ديالهم قالها لمو باه، قال لهم سيدي عجبتني واحد البنت بغيت نخطبها، اسمو قال بسم الله سيدي. مشاو يخطبوا، مشاو وهنا عرف بان ديك البنت راه بنت داك السيد اللي قتلوهم، ولكن ما قال حتى لشي واحد بان بواها راه حنا اللي قتلناه، راه قتلوا صاحبي محمد، كنت راكب معاه وراه قتلوا صاحبي باللوطو وهربنا، ما قالها حتى لشي واحد. مشاو خطبوا، عطاوهم ديك المراه، قالت لهم سيدي بوها راه ما كاينش ميت، وراه مات دي 10 سنين وكذا في واحد القصيده وكذا، انا نعطيكم بنتي يا سيدي مرحبا. قبلت ديك المراه قالت له سيدي عندكم بنتي. قعد عام عاد جاي يتزوج، وملي جاي يتزوج جاب معاه داك صاحبو داك مصطفى.
جابوا معاه وداروا وزير. عارفين العريس كيكون عنده واحد كيكون مساعد كيما نقولوا المساعد الايمن ديالو، كيدير كلشي. داك الوزير كيتسمى حنا بالدارجه ديالنا كنسميوه الوزير، كيدير كلشي، كينظم العرس، كينظم كدا اي حاجه خصها العريس كيديرها، شي حاجه في العرس ماشي هي ديك كيريقلها، يعني كينوب على العريس، كيتسمى الوزير. داك الوزير ملي كان يديروا العرس وكذا وجاو خارجين للكودرون، خرجوا من ديك لا بيست ديال الدار من العروبيه، بغاو يخرجوا للكودرون باش يمشيو يديو العروسه. داك الكورتيج فين كتكون العروسه في مرسيدس واللواطه وحده مور وحده، داك الوزير بقى كيقصقص تما في الكودرون، كينظم، كيقول له سير انت الاول وانت موراه، ما تدوبلوش الدراري، راه كاين الفيراجات ما تدوبلوش كذا، فهمت، سيروا بشويه، ديروا السينيالات كاملين، ديروا ماشي بالكلاكسون وكذا، فهمت. داك الوزير كينظم السير ديال داك الكورتيج ملي خرجوا للكودرون. وفي ديك اللحظات ملي كان هو كيجري بين اللواطه وكيقول لهم سيدي سيروا غير بشويه كذا، جا واحد النقل المزدوج، داك الطوبيس اللي كيدي بين المدينه والعربيه، عرفتوا الطوبيس كيتسمى، كيكون مكتوب فيه النقل المزدوج. داك النقل المزدوج جاي كيجري وما شافش السيد جاي خارج بين اللواطه، داك الوزير يدخل فيه قتلو. جاو الناس سمعوا في ذاك العرس، سمعوا في ذاك الكلاكسون، داك المواصق، جاو يجريو لقاو السيد تا هو كيشخر، يعني كيموت. كاع الناس قالوا حادثه سير، يعني وقعت غلط، السيد ما شافوش وقتلوه كذا، الا محمد اللي كانت عنده قراءه مختلفه لهذا الشيء اللي وقع. قال كما هاد صاحبي هذا قتل ذاك الوقت وهرب، هذه 11 عام ولا 12 عام ملي قتل السيد وهرب، شوف حتى هو صرا له نفس الشيء ودخل فيه ذاك النقل المزدوج، حتى هو بقى يشخر نفس الشخير اللي كان يشخروا مول البقرات اللي قتلوه دي شحال وهربوا. وهذه هي القصه ديالنا، كنتمنى تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. وحتى الله في القران كيقول لك وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فديه مسلمه الى اهله. يعني على شي واحد قتل شي واحد بالغلط، يعني مسلم قتل مسلم بالغلط، قال لك خصو يدير واحد الديه مسلمه لاهله ويطلب السماحه ويسمحوا له لانه وقع غلط في القتل. فتحياتي لكم ونشوفوا ان شاء الله في فيديو جديد. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى